كشف الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية مفاجئة حول موقف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد قرار إدارة الأهلي بإيقاف مفاوضات تعديل عقده بشكل مؤقت. وقال شوبير إن الأهلي كان قد بدأ بالفعل في مفاوضات لتعديل عقد إمام عاشور، إلا أن هذه المفاوضات توقفت في الوقت الراهن لأسباب غير معلنة. وأضاف شوبير أن إمام عاشور أبدى تفهما لقرار الأهلي وقبل إيقاف المفاوضات بشكل كامل، مشيرا إلى أن اللاعب ركز في الفترة الأخيرة على التعافي من مرضه بفيروس وهو ما أثر على حالته البدنية لعدة أسابيع. كما أوضح شوبير أن إمام عاشور قد تم منعه من استخدام الهاتف بشكل كامل، وكان من ضمن إجراءات التعافي منع اللاعب من التواصل مع زملائه في الفريق لضمان عدم تأثر حالته الصحية. ومع توقف المفاوضات مع الأهلي، باتت هناك تكهنات واسعة حول مستقبل إمام عاشور في الفترة المقبلة، خاصة بعد الأنباء التي ترددت عن اقتراب عودته إلى ناديه السابق الزمالك في خطوة قد تشهد تحولاً كبيراً في مسيرته. في ظل الأنباء المتداولة حول توقف مفاوضات تعديل عقده مع الأهلي، بدأت التكهنات حول عودة إمام عاشور إلى صفوف الزمالك في الفترة المقبلة. اللاعب الذي بدأ مسيرته الاحترافية في الزمالك وانتقل إلى الأهلي في صفقة مثيرة للجدل أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن هناك محادثات جادة بين إدارة الزمالك وإمام عاشور، حيث أبدى اللاعب رغبته في العودة إلى الفريق الأبيض. وتعد هذه العودة واحدة من أبرز الموضوعات التي تشغل بال جماهير الزمالك، التي تطمح في استعادة لاعبها الموهوب، خاصة بعد أن أثبت إمام عاشور نفسه كأحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري المصري خلال فترة تواجده مع الأهلي. يرى العديد من المحللين الرياضيين أن عودة إمام عاشور إلى الزمالك قد تكون خطوة استراتيجية للنادي، خصوصاً مع تعزيز مركز خط الوسط في الفريق الأبيض. وكان الزمالك قد عانى في الموسم الماضي من بعض النقص في هذا المركز، ولهذا فإن العودة المحتملة لعاشور قد تكون الحل الأمثل. من جهة أخرى، يبدو أن إدارة النادي الأهلي تواجه تحدياً كبيراً في الحفاظ على اللاعب وسط هذه الأنباء المتزايدة عن رغبة إمام عاشور في العودة إلى الزمالك. وتظهر بعض المصادر داخل الأهلي أن الإدارة قد تبدأ في إعادة فتح المفاوضات مع اللاعب في حال تحسن حالته الصحية ورغبته في الاستمرار داخل النادي. فيما يخص علاقة إمام عاشور بالجماهير، فقد كان دائما محل اهتمام واسع بعد انتقاله من الزمالك إلى الأهلي. لم تسلم علاقة اللاعب من النقد والتكهنات، لكنه مع مرور الوقت نجح في إثبات نفسه داخل الفريق الأحمر. لكن يبقى السؤال: هل سيعود إلى الزمالك بشكل نهائي أم سيستمر مع الأهلي؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة. من المتوقع أن يشهد الساعات أو الأسابيع القادمة المزيد من الأخبار حول مصير إمام عاشور. وفي حال تمت عودته إلى الزمالك، سيكون هذا الانتقال واحداً من أبرز الصفقات الصيفية في مصر. سيظل الحديث عن مستقبل اللاعب محور اهتمام الصحافة والجماهير على حد سواء، وسط حالة من الترقب بشأن ما سيحدث.